معانا النهاردة السكوتر الجديد من شركة فيجوري والمصنع أبو حوا، السكوتر ST Plus 200. هنتعرف على كل التفاصيل وكل الإمكانيات الفنية وإمكانيات الموتور. تابعوا كل جديد مع قناة مكنة أند سكوتر. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا أول مراجعة للسكوتر ST Plus من شركة فيجوري والمصنع أبو حوا. طبعا ده من إنتاج شركة فيجوري، وده امتداد لشركة حوا القديم اللي هو ST القديم. أما ده ST Plus فنازل بشوية تعديلات جميلة وحركات حلوة جدا. زي ما انتم شايفين الإضاءة أمامية LED، زي ما انتم شايفين لمبة كبيرة، والجانبية دي اللي بيسموها الداي لايت دي مستمرة على طول. عندك زي ما انت شايف كده الفرامل الأمامية CBS، الديسك الفرامل الكبير ده طبعا بيحافظ على الثبات في الفرامل. عندنا طبعا السكوتر على 2 مساعد امامي و2 مساعد خلفي. زي ما انت شايف حجم الجنط كبير، ده بيساعد في المشي يكون احسن. طبعا سكوتر ارتفاعه عالي، زي ما انت شايفين بينزل اعدادات ديجيتال على اعاده. من مميزات السكوتر اماكن التخزين، طبعا دي شياله للشنط، لو انت شايل شنط او كده مش لازم تشيلها جوه الديسك وكده. السكوتر بيبقى من غير مفتاح او بالبصمه، تقدر تدوره بمفتاح او تقدر تدوره من غير المفتاح. زي ما انت شايف بتقدر تسحب المفتاح وتدور، وبعد كده بتفتح السكوتر او ان انت بتدوس على الزرار زي ما احنا بنعمل كده، هتلاقي السكوتر نور، هتدوس بعد كده ستارت هيشتغل. وطبعا لما تيجي تبطل هتحصل العكس. طبعا مميزات السكوتر حجم الشلتة الكبير، وزي ما انتم شايفين حجم الشلتة يناسب 2، واحد هيقعد او 2 هيقعدوا، او لو 3 رفيعين طبعا الدنيا تمام. طبعا لو واحد طويل هتبقى الدنيا مش احسن حاجة. زي ما انت شايف حجم السكوتر كشلتة مميز جدا. خامة الشلتة كمان مميزة، يعني الحتت اللي بالعرض والخياطات والتطريز كل ده شكل جمالي جيد جدا، بيديك قيمة مقابل سعر مميزة جدا. نرجع بقى لشكل السكوتر. في سنادة أمامية أو يعني جانبية يعني السكوتر، دي بتساعد على ان الراكب الخلفي يبقى قاعد مرتاح. زي ما انت شايف حجم البريك الخلفي والفرامل CBS، طبعا اضاءة خلفية كلها فولي LED. وعندنا كمان الجاكمان كبير بيدي شكل جمالي، وفي نفس الوقت تنفس طبيعي كويس جدا للسكوتر. زي ما انت شايفين السكوتر 200 سي بيطلع 12 حصان و12 نيوتن في المتر. وزي ما انت شايفين ب2 مساعد خلفي. هنخش هنا على مساحات التخزين في السكوتر. زي ما انتم شايفين الشلتة بتوفر لي تحتيها مساحة تخزين، هي مش كبيرة قوي، دي فتحة البنزين وده مكان التخزين، ممكن يساع خوذة صغيرة. وبالنسبة للمساحة الأمامية زي ما انتم شايفين هي بتتفتح بالمفتاح اللي موجود في الريموت بتاع السكوتر. زي ما انتم شايفين في هنا مكان USB عشان التشارج، وهنا ده مكان تخزين تقدر تثبت فيه الموبايل او تحط فيه حمل موبايل زي ما انت شايف، وليه مكان التثبيت وبترجع تقفل تاني. طبعا زي ما انتم شايفين السكوتر مميز جدا كقيمة مقابل سعر. طبعا خامات ممتازة. زي ما انتم شايفين في رابر خلفي يقدر يتركب عليه راك، برابريز امامي، وده بيساعد على ان انا اكون في الحر وفي التراب اللي احنا فيه دلوقتي الدنيا احسن بكتير. طبعا هنا هنوريكم بقى المفاجأة اللي جاية من شركة فيجوري. الشركة بتقدم هدية مع السكوتر كأول مرة، فلتر هواء وتيل أمامي وتيل خلفي، ودول هدايا بتتقدم مع كل سكوتر. وزي ما انتم شايفين دي المرايات ودي البطارية وده طقم العدة، بيجي معاه كل مستلزماته وبيأمنك من أول صيانة وأول احتياجات مجانا من الشركة كهدية. طبعا احنا بنقول ان السكوتر ده متنزل من شركة ابو حوا وليه ضمان وليه صيانة، وشركة ابو حوا شركة عملاقة معروفة من زمن في مجال السكوتر ومجال الموتوسيكل. طبعا هي شركة رائدة في مصر. في النهاية بنحييكم من قناة مكنة سكوتر، بقول لكم لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.